أشعل النجم الشاب لبرشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال فتيل أزمة تصريحات واسعة، ورفع من منسوب التوتر قبل أيام من مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد الغريم الأزلي ريال مدريد مساء الأحد المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو. جاءت شرارة الأزمة خلال بث مباشر ليامال على تطبيق تويتش مساء الخميس، حيث أدلى بتصريح ساخر ومسيء لريال مدريد قائلاً: نعم، ريال مدريد يسرق ثم يشكو طوال الوقت. ردود الفعل: على الرغم من محاولات الصحفي جيرارد روميرو احتواء الموقف، إلا أن الضجة امتدت لتصل إلى برنامج الشيرينغيتو، حيث هاجمه الصحفي الشهير إيدو آغيري بشدة، قائلاً أن يامال لا يدرك ماذا يمثل، وإنه يتصرف وكأنه ملك كرة القدم وفوق الخير والشر. يأتي هذا التوتر في ظل استعداد لامين يامال لمواجهة قوية ليس فقط ضد ريال مدريد، بل وضد منافسه المباشر على المستقبل الكروي والكرة الذهبية، النجم الفرنسي كيليان مبابي. تشير الأرقام إلى تفوق نسبي واضح للشاب الإسباني في المواجهات المباشرة. لامين يامال 4 انتصارات في الكلاسيكو الموسم الماضي، زائد 2 ضد فرنسا، زائد 1 ضد باريس سان جيرمان، 7 انتصارات. كيليان مبابي 1 ضد باريس سان جيرمان في الموسم قبل الماضي، 1 فوز. على الرغم من تفوق يامال في عدد مرات الفوز، إلا أن مبابي يتفوق في البصمة الهجومية في المواجهات المباشرة. كيليان مبابي سجل 8 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، 12 بصمة. لامين يامال سجل 6 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، 10 بصمات. في المقابل، فإن يامال لم يصل بعد إلى مستواه الرائع الذي كان عليه في الموسم الماضي، وفقا لصحيفة سبورت، بينما يلعب كيليان مبابي دورا حاسما في دعم المدرب الجديد لريال مدريد تشابي ألونسو. أرقام مبابي هذا الموسم 2025-2026: سجل النجم الفرنسي 15 هدفا في 12 مباراة فقط، 10 في الليغا و5 في دوري الأبطال. هذه الأرقام ترفع من معنويات مبابي بشكل كبير، خاصة وأن أفضل تصنيف له في جائزة الكرة الذهبية كان المركز الثالث 2023، بينما حل يامال ثانيا في جائزة العام الحالي. الرهان الأكبر: ستكون مواجهة لامين يامال 18 عاما وكيليان مبابي 26 عاما منافسة فردية مثيرة ينظر إليها على أنها إشارة الانطلاق لجائزة الكرة الذهبية القادمة، في ظل التوقعات بفوز أحد النجمين بالجائزة المرموقة لعدة مرات في مسيرتهما.